فيكم. وضع حلب يعني أسوأ من السيء، شيء ما صار بالتاريخ طاول، لا طعام لا شراب، وأكتر شيء القصف مستمر، قصف ليل نهارا، طائرات، مدافع، راجمات. يعني نحن انبعنا من كل العالم، ما في شيء اسمه إنسانية ولا في شيء اسمه ضمير أممي، خالصين. ما في حدا سائل على المدنيين. يعني أصعب شيء لما بتعرف إنه في مصاب وما في مين يعالجه، إنه لما في إصابة دفاع المدني ما عنده هالإمكانيات يصل لحتى يطالع العالقين تحت الأنقاض. إيش تم أصعب من هيك؟ حلب الآن تعيش تحت ظل كارثة إنسانية حصلت منذ بدء الهجوم لقوات النظام الروس على مدينة حلب. قام النظام والروس باستهداف كافة مشافي حلب وكافة مراكز الدفاع المدني، والعائلات كلها نزحت باتجاه المناطق الغربية للمدينة، ومناطق الغربية مدينة الآن تحت تقع تحت قصف عنيف. احكي لنا شوي عن الوضع الإنساني كمان في المدينة المحاصرة. بالنسبة للوضع الإنساني، يعني إذا نبدأ من ناحية يعني مقومات الحياة، ما في شيء مقومات حياة، ما في أكل، ما في شرب، والعالم اللي نزحت من المناطق الشرقية سيطر عليها الجيش العنن الغربية. حواليا عم يعيشوا تحت ظل يعني هجمة يعني شرسة من قبل الطيران، من قبل القصف اللي عم بصير. طبعا ما زالت المعاناة بحلب عم تزداد يوم بعد يوم بظل القصف العنيف على أحياء حلب المحاصرة. طبعا نقص بالمواد الغذائية والأساسية والاحتياجات الخاصة بالمواطنين المحاصرين داخل حلب بظل تقدم النظام وقواته وميليشياته الداعمة له على عدة محاور في مدينة حلب. طبعا المواد الغذائية والأساسية والضرورية هي مقطوعة تماما عن الأسواق في مدينة حلب المحاصرة. يوجد صعوبة جدا كبيرة في تأمين أساسيات المواد. طبعا حتى الأطفال والمواد التي تخص بالأطفال، الرضع والمواد أيضا التي يحتاجها المرضى في حالاتهم العادية هي مقطوعة تماما من أسواق المدينة بعد القصف العنيف أيضا الذي ركز على المناطق المحررة والمحاصرة. والله يا اخوي الوضع بحلب سيء جدا جدا جدا، يعني لأبعد ما اي انسان متصور. للاسف نحن الان خسرنا حوالي 60% من احياء حلب المحررة، وهلا تقريبا الناس محصورة بخمس احياء. وحاليا القصف صار شديد جدا، عدد النازحين كتير كبير، الناس عم تطلع من بيوتها بدون اي شيء. برد شديد 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 جدا. فالوضع والله مأساوي، يعني الناس هون في الشوارع بهالبرد الشديد بدون توفر اي وسيلة تدفئة. الطعام قليل جدا. فوالله الأوضاع مأساوية جدا صراحة.